محدش قال لي أنا فخور بيكي إن أنتي كملتي وإن أنتي عديتي. قبل ما تكتشفي ان عندك سرطان، هل جسمك اداكي اي علامه او حاول ينبهك باي طريقه؟ كان في علامات بس أنا ما كنتش أعرف إن دي العلامات. الوقت اللي شكلك كان اتغير فيه وشعرك وقع وكده، كنت بتقولي لنفسك معلش كله هيتظبط، ولا كان عندك شك ان خلاص؟ بصي، هل كان في أمل إن أنا هكمل الرحلة وإن أنا أتعافى منها؟ ما كانش عندي شك. شفت ألوف من السيدات اللي بيمروا من المرض ده، كلهم بيقولوا نفس الموضوع، إن دايماً بيتحكم عليكي ليه جالك المرض، تاكلي إيه ما تاكليش إيه، تقولي إيه ما تقوليش إيه، تحسي بإيه ما تحسيش بإيه. ده أنا لو قلت إن أنا زعلانة، ليه تزعلي؟ ما دي ربنا إن أنتي جالك السرطان في الستيج ده أو جالك النوع ده. فكرك ده اكبر درس السرطان علمهولك، ان انت تركزي في نفسك، ولا حاسه ان كان في درس تاني؟ لا، ده أكبر درس. صوتي بقى أقوى في فترة، صوتي وطي، بس دلوقتي لا، I can proudly say إن أنا لا بقى ليا صوت، والصوت ده بستخدمه دلوقتي إن أنا أدافع عن حقوق المرأة وأدافع بيها عن الست دي ممكن تكون محتاجة إيه. لقيت my purpose. I think هي دي النقطة، إن أنا لقيت my purpose. أنا فخورة بنفسي وفخورة باللي أنا عملته وفخورة باللي أنا بعمله، وعارفة إن أنا in the future هعمل حاجات أكتر وأكتر.